السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. هيهل علينا بقى، ما عادش عليه حاجة خلاص. كل الحكاية 8 ايام او 9 ايام بالكتير. فاحنا بنعمل التجهيزات بتاعتنا بقى وبنبدأ نجهز بحاجتنا عشان تبقى جاهزة عندنا. انا بقيت اجهز لكم من كذا يوم، عملت لكم فيديوهات برضو بتجهيزات رمضان، اتفرجوا عليها. فانا النهارده بقى عملت الفول المدمس بطريقة سهلة خالص وبسيطة وكلها في البيت. ما عدناش هنشتري من بره تاني يا جماعة، هنعمله في البيت بكل سهولة ونظافة. اهم حاجة يا جماعة احنا بنعمله في البيت بنظافة، وبنعرف احنا عاملينه ازاي والفولة بتبقى شكلها ايه. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه بقى انا معايا الفول اللي هو زي ده، الفول العادي خالص، الفول اللي زي ده. اي نوع فول عندك بقى بتحبيه. جبته كده نضفته الاول من اي حاجه وحشه او اي فيها يعني اي حاجه فيها يعني. وجبت كوبايه من الفول المفصص، نزلت بيه هغسلهم تحت الميه كذا مره، وهمليها ميه بقى وهبيتها كده من بالليل. انا كل ده بعمله من بالليل. نقعته ليله كامله يا جماعه لحد ما بقى معايا بالشكل ده. الحبايه تضاعفت حجمها وبقى شكلها كده. جبت بقى نص كوبايه من العدس، غسلتها حلو برضو ونضفتها الاول، بعد كده نزلت بيها، او 4 معالق من العدس. بعد كده جبت الحله العاديه خالص، احنا مش هنعمل لا فواله ولا غيره، احنا هنعمله في الحله العاديه خالص. حطيته في الحله كده وجبت ميه، وجبت بقى عصره ليمونه الاول هعصرها عليه بالشكل ده. الليمونه دي بتخلي لونه حلو كده وفاتح. بعد كده بقى هجيب المية، بكون غالية في الكتن، بنزل عليه كده مية مغلية يا جماعة. بعد كده هرفعه على البوتاجاز وهزود مية تاني برضو، وهرفع عليه وهعلي عليه البوتاجاز بقى خالص لحد ما يغلي أول غلوة خالص بالشكل ده. غطيت عليه سبته بقى كده. زودت كمان مية مغلية اهي، عشان احنا ما عدناش هنزود خالص ميه، احنا هنغطي عليه وهنحبك عليه زي ما انتم شايفين كده. جبت ورق الومنيوم وقفلت حلو كده من كل الاتجاهات كده، وكبست عليه يعني عشان ما يطلعش اي بخار خالص بالشكل ده. كبست الغطا كمان عليه وعلى نار عالية، وسبته لما غلى غلوة واحدة. بعد كده هنقله على اصغر عين عندي، وهدي العين الصغيرة خالص كمان، واسيبه يعيش بقى لحد بصوا لما يبقى زبدة خالص. يعني انا مولعة عليه على الساعة 11:30 صباحا. طفيت عليه حوالي على الساعة 5 كده او الساعة 6. جبت بقى نص كوباية من المية، حطيت عليها معلقتين من الدقيق، ومعلقة برضو صغيرة من البابريكا، بتدي لها برضو لون حلو. وبعد كده بقى شوفوا انا كشفت عليه بقى وشلت الورق وشفته بقى، لقيته ما شاء الله. شفتوا الحبايه عامله ازاي؟ زبده يا جماعه مش مستحمله. شوفوا فصص من بعضه خالص وبقى زبده. هنزل عليه بقى بالمكونات اللي انا حطيتها دي دلوقتي، وهسيبه ربع ساعه كده يغلي مع نفسه بقى شويه. بقى معايا بقى تحفه زبده، حكايه احلى من ما تجيبيه من بره. انا ما بيعجبنيش اصلا الفول بتاع بره، فانا بعمله في البيت بكل سهوله، وبحطه في الفريزر، اطلع الكيس اهرسه بقى يبقى جاهز عندي، ما احترش انا بعمل ايه. كده خلاص سبته ربع ساعه بعد ما حطيت له، ضفت عليه المكونات دي. وبعد كده بقى نزلته، وهجرب معاكم كمان اهو. غرفت حوالي عن كبشتين اهوت، وهرسهم بالهراسه. شوفوا مش مستحمل من ال يعني السوى بتاعه جميل تحفه. سبته بقى على نار هاديه خالص، ونار بسيطه خالص، وسبته يعيش مع نفسه كده بقى لحد ما بقى بالشكل ده. حطيت عليه بقى شويه من الطحينه، كان عندي شويه طحينه حطيتهم كده، وحطيت برضو عصره ليمونه، وحط برضو بهارات. هحط كمون وحط كزبرة برضو معلقة صغيرة كده من كل حاجة، وملح برضو معلقة صغيرة كده، وشوية بقى من الزيت كده على الوش. وتاكلي بقى طبق فول بألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. يلا بقى مستنية ايه؟ قومي بقى جهزي بقى وحضري بقى الرمضان. رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلى الأمة الإسلامية كلها جميعا، وربنا يجعله كده رمضان خير علينا كلتنا يا رب بحقك يا النبي. معايا بقى الطبق الفول بتاعي جاهز بقى بألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال ده تحفة.
بعد كده بقى هجيب بقى الفول بتاعي، سبته لما برد شويه بقى كده تماما عشان اعرف اعبيه في الاكياس بتاعتي واحطها في الفريزر. عبيت الاكياس بتاعتي بقى كده بالشكل ده. جبت اكياس صغيره كده تكون حلوه مناسبه للفول. بعد كده بقى غرفت بقى كل ده وعبيتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى يعني بتاع بولة كده حطيتها او في مج، بتحطي فيه الكيس، بتلبسيه فيه كده وبتبدأي تعبي كده الفول بالشكل ده. بيبقى سهل معاكي في التعبية. اي مج عندك بتلبسيه الكيس، وتبدأي بقى تعبي كده بالشكل ده زي بتاع المطاعم كده لما بيجي يعبولك الكيس الفول. وبربط عليه حلو بقى الاكياس بتاعتي كده وبلفها حلو. وفي درج بقى الفريزر او في الفريزر ذات نفسه بتاع التلاجة، بترصصيه بقى، ما بياخدش مكان اصلا، بتحطيه فوق بعضه او بترصصيه كده ما بياخدش اصلا مكان. انا عامله معاكم الفلافل والطعميه يعني برضو، وحطيتها برضو في الفريزر وعبتها وخزنتها في الفريزر. يلا بقى مستنيه.